السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل لنا في هذا الشهر نفحات خير لا تنتهي، وارزقنا فيه قلوبا شاكرة، واكتب لنا فيه دعوات مستجابة يا رب. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من على سفرة رمضان. واليوم معنا طبق فخم بزين أي سفرة، صينية اللحم بالصينية على أصولها، لحمة طرية ومتبلة صح ومستوية ومحمرة من فوق. يلا نبدأ سوا ونحضر هالصينية على بركة الله. بالبداية أعزائي عندي هون مثل ما شايفين تقريبا نص كيلو من اللحمة. راح أضيف عليهم تقريبا جرز صغيرة من البقدونس. طبعا هاي التبلة كثير كثير طيبة، وكل مين وشو بيحب يتبل اللحمة يلي هو بده يطبخها. راح أحط عليهم تقريبا 3 حصوص من الثوم، وكمان راس بصل. طبعا راس البصل راح أبرشه برش وأعصره من المية اللي بتطلع من جواته، وراح أضيفه فوقيهن. فينا نشتغل نحن نساوي كل هاي الأشياء بمحضرة الطعام، وبعدين نصفيها ونضيفها فوق اللحمة، وفينا نساوي بهاي الطريقة مثل ما أنا سويت. طبعا البندورة فينا نبرشها وفينا نفرمها فرم. نحنا بنحبها تكون مفرومة، بنحبها شوي تكون ظاهرة مع اللحمة. فرمتها تقريبا يعني لا ناعمة ولا خشنة، وسط مثل مو شايفين تماما. حطيت زرين من البندورة، وبعدين راح أضيف عليهم البهارات اللي هي عبارة عن ملح وفلفل أسود أو فلفل أبيض حسب شو متوفر عندكم، وتقريبا معلقة كبيرة من الزيت النباتي. وراح نخلط كل المكونات مع بعض وندعكهم كثير كويس لحتى تتغلغل التتبيلة وتختلط كل الخضار مع اللحمة. بعد ما نحرك كل المكونات مع بعض مثل ما قلت لكم تماما، نخلطهن كثير كويس. بعدين راح نحطهن بأي صينية نحنا بدنا إياها، دائرية مربعة مستطيلة، أي إشي بدكم إياه ومتوفر عندكم بتحطوه فيهن. بتمدوها لحتى تحاول تكون الطبقة شوي رقيقة، وبنحاول نرفعها على الأطراف كمان، يعني إنه لا تستوي معنا بسرعة أكثر. وبنعمل فيها الشكل اللي نحنا بنحبه، كيف ما بدنا بنشكلها وكيف ما حبينا بنسويها. وفينا نخليها هيك على حالها ونحطها بالفرن على درجة حرارة 250 من فوق ومن تحت. طبعا ما بنغطيها ولا بنعمل عليها إشي، بس بنضيف لها تقريبا ربع كاسة صغيرة مي. اللهم صل على النبي. وفينا نحط عليها كمان خضار، فينا نحط فليفلة، بندورة، بطاطا، يعني حسب انتو شو بتحبوا. كل واحد شو بيحب يتفنن يشتغل على كيفه. بس صدقا هاي التبلة يعني إذا جربتوها راح تدمنوها إن شاء الله، وراح تضلوا تعملوها على طول. مثل ما شايفين تماما فردتها وعملتها بهذا الشكل، يعني إنه بس العين بتاكل قبل الثوم مثل ما بيقولوا. وصفيت عليها خضرة، كنت كثير مستعجلة هون، حطيتهن حي الله كيف ما إن كان. حطيت عليها بندورة وفليفلة حلوة وفوتتها على الفرن. وهون ما شاء الله بعد ما استوت وطلعت منظرها، المي ناشفة عنها والاستواء 100%، ومحمر وجهها ما شاء الله بتشهي. وبهيك بتكون خلصت معنا حلقة اليوم من على سفرة رمضان. إن شاء الله تعجبكم الصينية وتجربوها وتزينوا فيها سفرتكم. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، وأدم علينا نعمة الاجتماع والمحبة، واكتب لنا في هذا الشهر الكريم راحة تسكن قلوبنا وفرحة تقر أعيننا يا رب. إذا حبيتوا الوصفة ما تنسوني من اللايك والاشتراك بالقناة، وشاركوني بالتعليقات شو بتحبوا تشوفوا بالحلقة الجاية. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. سلام.